المرة اللي فاتت درت فيديو على نوع حليب وشكرته. في بعض الناس هلبة ردت علي بتعليقات ان تشبح في هلبة دكاترة ينصحوا بانواع حليب معينة، وفي هلبة ينصحوا بانواع حليب تانية، وما عادش عرفوا شنو هو الاحسن. تمام. الموضوع راه ماهوش تجاري، ماهوش دعائي نهائيا. انا تو حاليا في الفيديو هذا هنذكر بعض المواد كان لقيتوها في الحليب ابعد عليه، وبعض المواد الثانية كان لقيتها في الحليب هو خذ الحليب هذا، معناها الحليب هذا ممتاز، والعكس. تمام. ركزوا معي في المواد هذه. عندنا زي زيت النخيل، البالم اويل، تلقوه باسم البالم اويل. هذا شنو يدير؟ يسبب في امساك وفي نفس الوقت ينقص من امتصاص الكالسيوم. السكروز، طبعا هذا السكر غير مناسب للاطفال نهائيا، وفي نفس الوقت انه هو سكر حلو هلبة، يخلي الاطفال يتعودوا على النكهه الحلوه ويرفضوا الحليب الطبيعي من الام. طبعا ما ليش اي فائده للاطفال نهائيا، بالعكس انه هو مضر لهم. وفي عندنا الارتفيشال فليفر اللي هي النكهات هذه، ما لهاش اي فائده ومش هتفيد الطفل باي حاجه. فلما تلقى اي حليب منكه او مضافه نكهه فوته، لانه ماليش اي فائده، ومرات يكون مضر. مرات يكون مضر، مش يعني ما فيش دراسه اكدت الشيء. وفي كلمه نبيكم تركزوا عليها، كان لقيتوها حاولوا تبعدوا عليها، خاصه للاطفال في الشهر الاول، اللي هم دي بدكم رقم واحد، اللي هي جي ام او اس. تلقوا حتى الاس الصغيره. هذه تركيبات معدله وراثيا، فكان قلت التركيبه هذه ابعدوا عليها، خاصه شنو في رقم واحد. ونجوا نتكلموا على المواد المفيده كان لقيتها في الحليب. خذ الحليب طول. واغلب المواد هذه تلقوها اصلا موجوده في حليب الام، لذلك احنا ديما ننصحوا بها. عندي زوز مواد زي الدي اتش اي والاي ار اي، هذم زوز مواد موجودات في حليب الام طبيعي. شنو وظيفتهم؟ هي يعززوا نمو الدماغ والشبكيه متاع العين. وفي عندي اهم ماده ديما ركزوا عليها ان هي موجوده في الحليب، الفا لاكتو ليبيومين. تمام. اللي هي جاي من الالبومين. هذا بروتين موجود في الحليب الام طبيعي، ومن اهم مزاياه انه هو يساعد جدا على نمو الطفل ويعزز صحه الجهاز الهضمي. وعندي بروتين اسمه لاكتوفرين، هذا بروتين يساعد على صحه الجهاز الهضمي، ويساعد على المناعه، وفي نفس الوقت يساعد على امتصاص الحديد بشكل ممتاز جدا. وعندي الزوز مواد اللي هو الجوس والفوس، اللي هي البروبايوتكس، هي تغذيه البكتيريا النافعه نتاع الجهاز الهضمي. باش ما نطولش الفيديو هلبا هنذكر كل المواد الجايه، وهذه وتفصيلها باذن الله هنكون في فيديو بروح ان شاء الله. عندنا ماده اسمها اليوت، عندنا حمض اميني التيورين، وعندنا زوز مواد يدعموا صحه الدماغ والذاكره اللي هم الكولين والانيسيتون. طبعا في مجموعه ثانيه تو تلقاها موجوده في الفيديو هنا. هذه المواد كان لقيتوها اختاروا نوع الحليب هذا طول. ولذلك يوم ما أنا تكلمت على البيدياميل، البيدياميل يحتوي على كل المواد اللي ذكرناها هذه، وما فيش من المواد اللي قلنا عليها مواد ضاره. وطبعا مش معناها ان هو البيدياميل بس موجود في السوق كويس، لا، في هلبة شركات ثانيه كويسه، لكن انا نصحتكم نعرف الشركه هذه ممتازه وصناعتها وجودتها عاليه جدا. ورب يحفظكم ان شاء الله ديما طيبين.